دي سواوة. بس الشرير القصير. أعوذ بالله العظيم بيعبدوا بعض يا ده. أستغفر الله العظيم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هكلمكم عن ماتش مصر وبلجيكا، اول ماتش لمصر في كاس العالم للمنتخبات. ان شاء الله ربنا يكرمنا قدام بلجيكا. ماتش صعب جدا. جاي اكلمكم النهارده عن منتخب بلجيكا ومنتخب مصر. جاي اكلمكم النهارده عن كابتن حسام حسن هيبدأ ازاي. هل هيبدأ ب4-2-3-1 ولا هل هيبدأ ب5-3-2؟ كل ده اللي بيدور في اذهان الناس. هل هو هيبدأ ازاي؟ هل هو هيلعب ازاي؟ هل هو هيقدر يقفل على دوكو ودي بروين؟ كل ده هكلمك عنه النهارده. اهم حاجه بس تعمل اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا حلقتنا. دي بلد وحياة المصحف الشريف، البلد دي ماشية ببركة ربنا، مش حد تاني خالص. نبدا. اول حاجه، هو ميزه وعيب عندهم ايه؟ ان هم بيعتمدوا اعتماد كلي على دوكو. تمام، يعني هو اصلا في هجمات هم بياخدوا الكوره بسم الله الرحمن الرحيم، بيستلموها يقوموا مدينها لدوكو ويروح هو يعمل الشغل. فانت عشان تقفل على دوكو انت مطلوب منك ايه؟ تحط له واحد زي ديلو. تحط له واحد زي ديلو زي مين؟ طبعا زي محمد هاني، ربنا يوفقه في ماتش زي لازم يبقى بص خيال دوكو ما يسيبوش، فاهمني؟ ولازم نضيق جدا 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 المساحات. طب يا محمد، هو مفيش غير دوكو هو الجامد عندهم؟ اقول لك لا يا عم، عندهم دي بروين، عندهم تيليمانز في خط النص. فلازما لعيبه مصر تبقى مركزه جدا جدا جدا. لازم دي بروين يبقى معاه واحد زي خياله برضو، زي مروان عطية مثلا او امام عاشور، حد فيهم يبقى لازق له الراجل ده، ولا يلعب ولا يباصي. ليه؟ لانه بينزل يستلم بظهره بين الدفاع وبين خط النص. تمام، بيبقى مدي ظهره للدفاع وبيستلم بين الدفاع وبين خط النص. بيبقى هو وتيلمانز وشهم في وش بعض كده فاهمني؟ هو بياخد الكوره يقوم مدينها لدوكو. وفي حاجه تانية، نقطه تانية، هي برضو ميزه وعيب عندهم. ليه؟ لان معلش انت لو قفلت له على دوكو هي خلصت، فاهمني؟ فهي الفكره كلها انك ازاي تقفل على دوكو. تمام، مع ان برضو مش لازم نركز كل التركيز مع دوكو. ليه؟ لان معلش عندهم الناحيه التانية تروسرد، عندهم لعيب اسمه تشارلز في راس حربة مهم جدا وخطير جدا. بس زي ما بقولك احنا لازم نبقى مركزين، ندي بس اهمية شوية لحتة دوكو عندهم برضو نقطة، دي ميزة وعيب. ايه ميزة وعيب؟ ان هو على طول بيبقى مطير الباكات بتوعه، فاهمني؟ ليه؟ دوكو وتروسرد بيخشوا لقلب الملعب وبينهم تشارلز، تمام، والاطراف بيطلعوا دي بروين او تيليمانز بيعملوا الكرة الطويلة على الاطراف لحد منهم. تمام، فدي نقطة ميزة ليهم طبعا، ان هم بيبقوا كثافة هجومية جامدة. طب عيب ليه؟ انت لو قطعت الكورة ولعبت على الاطراف بسرعة انت في ورا شوارع حرفيا. في الحتت المساحات اللي ورا في ورا شوارع. انت لو قدرت تقطع الكورة وتخطفها، ممكن انطلاقات صلاح من هنا تفرق، ممكن انطلاقات تريزيجيه او مرموش او اي حد يلعب. انا اقول لك خطتي، فاهمني؟ لازم لازم نستغل الحتة تمام. فدي اهم نقط، هي قوة ليهم، وانت ممكن تحولها لضعف بتركيزك في الماتش وانك انت مدي اهميه للماتش ومركز، فاهمني؟ تقطع الكره، احدف على الاطراف وروح. كده كده الاطراف هيبقوا زايدين. ممكن الطرف اللي ناحيه محمد صلاح ممكن ما يزيدش كتير عشان اهميه محمد صلاح في الماتش، فاهمني؟ بس الناحيه بتاعت تريزيجيه لازم نستغلها كل الاستغلال. وعندهم برضو نقطه عيب تانية. ايه نقطه عيب؟ ودي بقى نقطه عيب كارثيه عندهم، وهي الركنيات. بص يا معلم، هما كل المطوشة اللي لعبوها قبل استعداد كاس العالم واستعداد كاس العالم والمطوشة الودية، كل الاهداف اللي دخلت فيهم من الركنيات. فانت لازم تستغل حتة الركنية دي، لازم تستغل الكور الثابتة. ليه؟ لان معلش هم عندهم مشكلة كبيرة، قلوب الدفاع عندهم ما بيعرفوش يتمركزوا خالص، فاهمني؟ بيبقوا واقفين معاك اول ما الضربه الركنيه او اول ما الكره الثابته بتتلعب بيحصل دربكه في المنطقه، هم ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه، وبيسفر عن كده اهداف فيهم. فانت لازم تستغل الحته دي. لازم ياسر ابراهيم او حمدي او منعم او عبد المجيد او رامي ربيعه او اي حد هيلعب في المكان ده وبيلعب بدماغه، زيكو، اي حد هيبدا وبيلعب بدماغه، لازما نستغل الركنيات، لازما نستغل الفاولات احسن استغلال. ان انت ممكن واحده زي ديت في اول الماتش تخطفها وتقعد عليها وممكن يعني تكسب، فاهمني؟ كل حاجه وارده في الكوره، فاهمني؟ فالكوره زي دي هتفرق معاك
بص فرق رهيب رهيب. فدي اهم النقط عندهم، انك تقدر تقفل على دوكو ودي بروين، هم دول مفاتيح الخطوره عندهم. والحمد لله مفاتيحهم محصوره في 2 لعيبه. انت خلاص، انت لو قفلت عليهم هيضطر يحدف على تروسرد، وبرده هو مهمين بس مش بنفس كفاءه الاتنين دول، فاهمني؟ فانت لا، انت الحمد لله الناس دي خطورتها معروفه فين، فانا اقدر امسكها. وعندهم خطوره تانية برضو، عندهم مشكله تانية حته الاطراف. زي ما بقول لك، انت لو قدرت تستغل دي وقدرت تعمل المرتده صح انت هتكسب. تمام. فدي اول حاجه. تاني حاجه اكلمكم شويه عن منتخب مصر. منتخب مصر لازم اللعيبه تنزل. بص احنا عايزين نعمل ماتش للتاريخ، فاهمني؟ عايزين نعمل ماتش بص العالم كله يتكلم علينا. اول ماتش لمصر قدام بلجيكا نعمل ماتش عالمي، فاهمني؟ اهم حاجه بس ما نخسرش، فاهمني؟ يعني يا نكسب يا نتعادل، انما اهم حاجه فاهمني ما تخسرش. ليه الخساره؟ فاهم انت؟ برضو لو خسرنا مش عايزين نقعد نكسر في الناس بقى، فاهم؟ لا يا باشا، ده لسه ناقص ماتشين. لسه انت كده ما خسرتش ولا خرجت من البطوله. اصل انا عارف في ناس واقفه مستنيه الغلطه لحسام حسن، فاهمني؟ واقفه مستنيه الغلطه، ايوه هيغلط اهو عشان اخش فيه شمال. لا لا، انت لا قدر الله لو حصل اي حاجه بكره، مثلا خساره لا قدر الله، فاهم؟ تعثر اي حاجه، فاهمني؟ انت لسه ناقص لك ماتش نيوزيلندا، ولسه ناقص لك ماتش ايران. فانت ما تهدهاش بقى، فاهم؟ اللي هو خلاص خسرنا وانت ازاي بتعمل كده. لسه لسه وان شاء الله كمان يا عم نخرج فاهم انت؟ لو يعني لو بأقل خسارة ان شاء الله نخرج متعادلين، او يعني ان شاء الله نكسب، فاهمني؟ مفيش حاجه بعيده عن الكوره. احنا لو ركزنا هنكسب يا جدعان، لو ركزنا والله العظيم عندهم غلطات نستغلها هنكسب، فاهمني؟ فدي اول حاجه. تاني حاجه الخطه اللي هيلعب بيها. هو بص انا وجهة نظر انا لو هو شغل دماغه يلعب بالخطتين دول. خطتين في ماتش واحد، خطتين في ماتش واحد. ايه الخطتين؟ انا دلوقتي مش معاك كوره، تمام؟ مش معاك كوره قدام فريق هجومي عنيف زي دوت. هلعب ب5-3-2. تقول لي يا عم يلعب ب5 ليه؟ يا عم استبر، اسمع مني للاخر، اسمع مني للاخر. هيلعب ب5-3-2. مين هما؟ محمد هاني، ياسر، حمدي، منعم، فتوح، بتوعنا عادي. ليه؟ عشان محمد هاني يبقى زي ظل دوكو، ما يسيبهوش، فاهمني؟ ولو عدى منه يلاقي ياسر، فاهمني؟ يلاقي واحد من قلب الملعب معاه، فاهمني؟ فانت كده انت حجمت الخطوره هنا، فاهمني؟ وان يبقى معاك 3 في خط النص انت قفلتها على دي بروين. دي بروين مش حته يدي اسيست بس، شوطته خطيره، اي شوطه منه خطيره. فانت برضه هتبقى قفلت الحته دي عليه، فاهمني؟ فانت معكش الكوره. الخمسه الدفاع زي ما بقول لك، اكيد مصطفى شوبير في الجول. الخمسه الدفاع دول بقولهم لك. مين اللي في خط النص؟ مين هما؟ تريزيجيه ومروان عطيه وامام عاشور. طب يا محمد، مع تريزيجيه يبقى حادف الناحيه دي عشان يرجع مع مين؟ مع الباك اللي بيطلع، تمام؟ هل امام هيقدر يلعبها؟ ايوه امام يقدر يلعبها. امام كان بيلعبها مع الاهلي ومع الزمالك، كان بيقدر يلعب 8، يقدر يوزن بين الدفاع والهجوم، يقدر، فاهمني؟ وان شاء الله يبقى ربنا موفقه في الماتش دوت. ومروان عطيه عادي، ديفندر عادي، تمام؟ الهجوم صلاح ومرموش. دي حاله انا معيش الكوره، تمام؟ انا خلاص انا كده معيش الكوره. طب حاله انا لو معايا الكوره هوبا كذا لعيب هيرحل، هتتقلب ايه؟ محمد هاني، ياسر، منعم، فتوح. هنرحل قدام حمدي فتحي جنب مروان عطيه، صلاح يمين، تريزيجيه شمال، امام عاشور صانع لعب، قدامهم مرموش. ده في حالة لما انت يكون معاك الكورة، تمام؟ معاكش الكورة، حمدي فتحي ينزل بين القلبين وامام عاشور ينزل يقف مكانه، فاهمني؟ وتريزيجيه يرجع يقفل جنبه. وصلاح انا عايز حاجة واحدة بس من صلاح، ما يرجعش يدافع. طبعا صلاح مهم، ما يرجعش يدافع. صلاح هو اللي يقدر ينقلني لقدام هو ومرموش، بس ما يرجعش يدافع. يعمل ايه؟ يقفل زوايا التمرير، فاهمني؟ يعني يفضل واقف ملاخم الباك، ما مش هتباص لدوكو، فاهمني؟ مش هتباص لدي بروين. فاهم انت؟ اللي هو يقف يزاولهم، فاهمني؟ بس ما يرجعش يدافع. طبعا هو مهم بس، فاهمني؟ يعني مثلا اخره مثلا لغايه خط النص، او فاهم انت بعد خط النص كده بشويه يقفل زوايا التمرير، فاهمني؟ بس مش عايز انا يرجع على يبقى واقف جنب هاني، فاهمني؟ هو مهم طبعا وهيفيدني قدام. طبعا محمد صلاح في ماتش زي ده يستغل المساحات، هو ومرموش هيستغلوا المساحات جامد جدا طبعا، فاهمني؟ ربنا يوفقهم يعني في ماتش زي ده. فانا مش عايزه يرجع انا يدافع جنب محمد ده، لا اقفل بس زوايا التمرير بس، فاهمني؟ زي ما قلت لك هم دول اللي تقدر تلعب بيهم، هي الخطه دي اللي تقدر تلعب بيها. طب مهند لاشين في الماتش ده لو انا بقى هدافع خالص بقى، فاهم؟ يعني مش هطلع، يعني انا حاطط امام عشان ده لعيب يقدر يوزن لي بين الدفاع والهجوم،
يقدر يكمل ويقدر ايه، يقدر يدافع، فاهمني. انما مهند احنا عارفين ان هو فاهم انت ديفندر صريح، فاهم انت اللي هو يقطع سلم واستلم، فاهمني. لا انا عايز واحد يقدر يطلع لي بالكوره زي امام، فاهمني. وتريزيجيه طبعا الجنب ده لازما هيبقى مكمل مع الباك، فاهمني. الجنب دوت مروان او امام يقدروا يميلوا مع هاني عشان يقفلوا الباك اللي هيطلع من هنا هوت، وهو يبقى بس كله شغله الشاغل دوكو، فاهمني. ومن وراهم ياسر بيلم. فانت كده انت قدرت تتحجم، فاهم، على الورق انت كده قدرت تتحجم. فيا رب يا رب حسام حسن يلعب بكده. دي الخطه اللي في دماغي، والخطه اللي اتمنى انه يلعب بيها. بيقول لك في تسريبات ان هو هيلعب بثلاثه برضه دفاع وخمسه. كويس. ومعلش حسام حسن تستناش منه يا اسطى ان هو يهاجم، تمام. ليه؟ هتقول لي ليه يا عم انت يا عم، واحنا قليلين؟ احنا مش قليلين، احنا بنلعب على قد امكانياتنا بس، فاهمني. يعني معلش ده واحد دافع لك قدام الكوت ديفوار، واحد دافع لك قدام جنوب افريقيا لما لعبنا بخمسه الشوط الاول كنا مقضيين، بص كنا مقضيين شوط عالمي، تمام. ودافع لك قدام السنغال، هل مش هيدافع لك قدام بلجيكا وقدام دوكو وقدام تروسارد وقدام تشارلز ده يا جدعان مهاجم جامد قوي عندهم، مهاجم جامد قوي عندهم، فاهمني. فانت تخيل بقى لو فجاه انا منزل لك تشارلز ولوكاكو، فاهمني، وهنا تروسارد وهنا دوكو وبينهم اسمه ده دي بروين وتيلمانز. فانت لا العب بواقعيه، فاهم، اللي هو مش نازل لا يا عم هنعمل ماتش تاريخي ان شاء الله، وان شاء الله نتعادل وان شاء الله نكسب، بس بالعقل. اصل انا هفتح خطوطي قدام دول، هل انت في حمل مرتدات دوكو مثلا او تروسارد او تشارلز دوت؟ لا انت لو فتحت خطوطك قدامهم هتتاذي، فاهمني. فلا انا هفضل محجم الماتش وقافل الماتش، وانا اللي العب على المرتدات، انا اللي اذيهم بمرتداتي، فاهمني. فيا رب يا رب يا رب يعني ربنا يوفق منتخب مصر، ويوفق حسام حسن، ويوفق اللعيبه ان شاء الله. مستنيين منهم الكتير ان شاء الله، وبعون الله يفرحونا ونكسب، فاهمني. ونكسب ايوه يا عم، نكسبش ليه؟ نكسب، فاهمني. حتى لو ما كسبناش انت لو خدت نقطه انت كده طالع كسبان من الماتش ده، اهم ماتش عندك، ده اهم ماتش عندك. فانت لو طلعت خطفت منه نقطه حلوه قوي. ايران ونيوزيلندا ليهم كلام تاني وليهم تكتيك تاني وليهم خطط تاني، فاهمني، وليهم كلام تاني خالص. الماتشين بتوع ايران ونيوزيلندا لا انت لازم تكسب لي واحد فيهم، فاهمني، والتاني ما تخسروش، التاني تتعادلوا او تكسب، انت لازم تكسب، فاهمني. هو الصعوبه كلها في ماتش بلجيكا وجالك في الاول، ولازم نستغل اول حبه، لازم نستغل اول 10 دقايق، اول ربع ساعه انت بتبقى نازل عندك حماسه البدايات دي، فاهمني، وعايزين نلعب بقى ونازلين جازين وكده اهو، لازم دي تستغلها، فاهم. اول 10 دقايق اول ربع ساعه انت نازل ضاغط، انت نازل مقفل، لان لعلمك هما في حته الطلوع بالكوره هما بيغلطوا، فاهمني. يعني مثلا باص لتيلمانز يجي باص لدي بروين، من كتر ما هم قافلين على دي بروين بيغلط، فاهمني. فانت اول 10 دقايق اول ربع ساعه انت لازم تنزل ضاغط، لازم تغلطهم اول 10 دقايق دي وتقدر تعمل حاجه. فان شاء الله ربنا يكرمنا، ان شاء الله ربنا يكرم منتخب مصر بالفوز، ندعي ونقول يا رب. ان شاء الله كابتن حسام حسن واللعيبه اللي معاه يعملوا ماتش للتاريخ ان شاء الله. كده تبقى انتهت الحلقه، ولو عجبتك ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عجبتك لان الجرس عشان تشوفنا على طول. كان معكم محمد ماهر في برنامج كرة بالعقل. سلام.